مباراه الزمالك والاسماعيلي. بصراحه يعني على الاجواء اللي احنا شفناها لسه مش نادي الزمالك، والنادي الاسماعيلي طبعا بعيد، نادي الاسماعيلي بعيد خالص. الشوط الثاني فرق شويه وابتدى يظهر، بس عشان ده مستوى نادي الزمالك مش في مستواه. تعال نبص التشكيل كده النهارده، نبدا نشوف كده التشكيل ماشي ازاي معانا. محمد عواد، احمد فتوح، احمد حسام، طبعا اللاعب الجديد حسام عبد المجيد، محمود جهاد، نبيل دونجا، محمد شحاته، محمد السيد، مصطفى شلبي، احمد مصطفى زيزو، سيف الجزيري. بصوا يا جماعه، شفتوا الفرقه دي كلها؟ شفتوا التشكيله دي كلها؟ ما فيهاش غير 2 لعيبه، هم واحد منهم هتكلم على محمود جهاد، لعيب كويس مبشر، باين، بس دلوقتي مش تقدر تقيمه من دلوقتي برضه، عشان جمهور نادي الزمالك ما يرفعش اللعيب في السماء وانت لسه ما شفتوش في مباراه مهمه، مباراه لعيبه موجوده بتمتلك السرعات وبتمتلك القوه، بس كبدايه مبشره. اللعيب الثاني وهو شحاته. شحاته ده بصراحه يا جماعه، والحمد لله يمكن اتكلمت عليه اكتر من كذا مره، لعيب كويس، لعيب راجل، لعيب عنده روح مش موجوده في ابناء نادي الزمالك. لعيب هو اللي بيتحرك، عايز تلعبه باك رايت هتلاقيه، عايز تلعبه في نص الملعب هتلاقيه، عايز تلعبه ناحيه اليمين هتلاقيه، عايز تلعبه مساك هتلاقيه. هو ده اللعيب اللي بيتقال عليه لعيب راجل، الوحيد اللي عنده روح في الفرقه بصراحه، الوحيد كده. وانا بتفرج على المباراه شايفه بيعافر، شايفه عايز يكسب. اللعيبه اللي زي دي انا بسقف لها رغم الظروف وحاله الفريق، من اول عواد اللي قاعد تحت ال3 خشبات ما بيتحركش، لحد سيف الجزيري، لزيزو، لمصطفى شلبي. الوحيد اللي في الملعب راجل، الوحيد اللي في الملعب بيلعب كوره، الوحيد اللي في الملعب بيعرف يستلم ويسلم ويقطع ويلعب السهل وبيتحرك. بصراحه بحييه على مستواه، كمل كمل، رغم ان الفرقه مستواها مش نادي الزمالك اللي هو احنا عارفين نادي الزمالك، بس بصراحه هو الوحيد الراجل في الملعب، هو الوحيد اللي بيحرك الفرقه، هو الوحيد اللي بيشتغل بينزل يستلم، ما عندوش خوف، ما عندوش الرهبه. الباقي اللعيبه كلها من اول عواد يا جماعه، عواد ما بيتحركش من تحت 3 خشبات. عواد النهارده كل العرضيات واقف تحت ال3 خشبات، قرارات غلط، طريقه اللعب بتاعته خايف، التايمنج بتاعه حتى في القرارات متخوف، تحس ان هو مش عايز يغلط، خايف، فطبيعي القرارات بتاعته هتبقى غلط. مفيش انسجام ما بينه وما بين حتى المدافعين اللي قدامه. عندك مشاكل بشكل كبير جدا في دفاع نادي الزمالك. فتوح يا جماعه والله العظيم نسي الكوره. فتوح ولا بيهاجم ولا بيدافع. النهارده فتوح الشوط الاولاني لحد حتى المباراه فاتح عامل شارع باسمه، جابها الناحيه بتاعته دي، حتى يمكن يعني ايه كل الكرات كل الهجمات للنادي الاسماعيلي من ناحيته، بقول لك عامل شارع باسمه، خلاص بقى اسمه شارع احمد فتوح. الحته دي فاضيه، اي حد بيمسك من لعيبه نادي الاسماعيلي لو عندهم الخبرات وعندهم الامكانيات، الناحيه دي كان النادي الاسماعيلي كان ممكن يكسب النهارده، بس النادي الاسماعيلي بعيد عن المنافسه وبعيد عن اللعيبه والكواليتي حتى اللي موجود، مش نادي الاسماعيلي اللي احنا نعرفه. تخيلوا بقى كمان وبين تايك على الدكه. مستر جروز بصراحه من ساعه ما جه نادي الزمالك، فاكرين لما كنت بتكلم بقول لك هو الوحيد اللي بيقعد بيعمل كده، ما بيعملش غير كده بس. النهارده بقى غير الطريقه بتاعته، بقى عامل كده. هو ده جروز بقى عنده دلوقتي حاجتين دي، والنهارده عمل حاجه جديده في التربيعه بتاعت ايديه دي، ما عملش حاجه جديده. تشكيله، حاله الفرقه سيئه جدا، شغل فني بدني، اللعيبه النهارده بدنيا واقعه، مفيش جمل تكتيكيه. النهارده الخطوط ما بين المدافعين وما بين المهاجمين مسافه كبيره جدا، بعيد، كله بعيد. مفيش هتقولي والله مفيش غير شحاته وجهاد بس هم اللي كويسين بصراحه، اللي كانوا ظاهرين وعاملين شكل للفرقه. يعني الباقي كله شبه بعض. عندك النهارده دونجا، سيبكم من الهدف اللي احرزه، انا ما شفتش دونجا غير في الهدف اللي احرزه. لو حارس مرمى واقف منتبه
سهل يجيبها، بس خلاص هدف. دونجا النهارده ما بيتحركش غير في مربع، يعني بيتمشى بلغه الكوره كده، بيتمشى في الملعب، تحس ان هو قرفان، تحس ان هو مش عايز يتحرك، خلاص ابتدى يحس ان هو ايه، عمل القاعده الجماهيريه بتاعته. الوحيد اللي كان يعني بيكمل معاه، والوحيد اللي مسانده النهارده هو جهاد. هو الوحيد اللي شايله النهارده، هو جهاد هو اللي شايله النهارده، هو اللي بيتحرك في نص الملعب، هو اللي قايم بالمجهود بتاع دونجا. عشان كده الولد اتصاب وخرج، حمل زياده عليه. طبيعي ان هو مش واخد على الضغط الجماهيري، بيلعب لوحده، دونجا واقف مريح ما بيعملش المهام بتاعته. الطبيعي الولد التاني هو اللي شغال، عايز يثبت وجوده، ودي حاجه تحسب له. عشان كده انا بتكلم عليه كويس، عشان هو بيحاول، وخامه كويسه مش وحشه. بس بالشكل ده في الفتره اللي جايه هتبقى الامور صعبه. انت عندك خط الدفاع يا جماعه صعب جدا.